بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة، حلقة هنتكلم فيها عن يانكي فريرا مدير الفني الجديد لنادي الزمالك. هنتكلم عن أبناء النادي، ودي حتة مهمة جدا فسيبها لآخر الفيديو. هنتكلم عن حامد حمدان اللي الزمالك بيفاوضه وبتروجيت مش عايزة. بس في البداية خلينا نقول كلمتين كده. اللي حابب يدعمني ويشترك في القناة ويعمل لي لايك يعني أكون شاكر ليه جدا. دعمكم ده بيشجعني اللي أنا أكمل في فيديوهات يعني أو أكمل تصوير. طبعا بشكر كل الناس عامة يعني اللي تابعتني الفترة الأخيرة واللي كانت بتتفاعل معايا. خلونا نبدأ بصفقة حامد حمدان والضجة اللي معمولة عليه. مبدئيا كده، هو حامد حمدان لعيب كويس بس مش السوبر ان انا اعمل كده عشانه، او ان كله يطلع يتكلم ان الاداره بتروجيت مش عايزه ورافضه واللاعب متمسك وكل الكلام اللي بنسمعه في الاعلام ده. كل الكلام ده جميل وكل الكلام ده حلو، بس في حاجه محدش واخد باله منها، ان نفس اللاعب ده اساسا هو وكيله في 2017 2018 هو كان موقع للنادي الاهلي. ووقتها طلع قال لك مسؤولين الزمالك بيتصلوا بيا وانا غيرت الشريحه بتاعتي ومش عارف ايه، فسبحان الله الايه اتقلبت. وان هو كان من صغره عايز يلعب في الزمالك زي امام بالظبط، قال لك كان من صغري زملكاوي. ف... فالكلام ده بالنسبه لي انا ما يعني انا ما باكلش بالكلام ده. انا ليا فعل. انت الاول كنت بتعمل ايه ودلوقتي بتعمل ايه؟ عشان زي ما انا قلت لك قبل كده، ان التاريخ ما بتمسحش، بس بيجي في حتة معينة وبتعمل سكيب، يعني بتتخطى اساسا الحتة دي. فهو كله دلوقتي متخطى الحتة اللي انت اتكلمت فيها ديت، وان انت قفلت السكة او اللي انت غيرت الارقام بتاعتك. ده على كلام وكيلك اللي كان قاعد معاك في نفس البرنامج يعني، او اللي كان طالع معاك في نفس التصريحات. وبالاضافة ان انت اللي هو يعني كحامد حمدان لاعب كويس بس مش السوبر يعني. يعني مش طارق حامد مثلا اللي انا هعمل عليه الضجة دي الجامدة دي او كلها. ممكن هيضيف للنادي، ممكن ما معرفش، لان انا ما بقيمش لاعب ولا مدرب غير لما بشوفه في الملعب يعني. ف... فانا من وجهة نظري إن اللي هو ما يستحقش الضجة دي كلها يعني عليه. والله انت قدمت عرض كنادي الزمالك، بتروجيت قبل الكنبه ما قبلتش خلاص. سيبها، انا ما باكلش ابن الكلام اللي هو اصل احنا بننافس واصل الهبوط واصل مش عارف مين، كل الكلام ده ما بياكلش عيش، ما بيشغلنيش يعني. لان انت في نص الموسم اللي فات وانت بتنافس بقى، مش هقولك بتنافس على الهبوط ولا بتنافس على على مركز من المراكز الاولى يعني. انت سبت اهم لاعب عندك، اللي هو احمد رضا للنادي الاهلي في نص الموسم. فكل الكلام ده ما بشغلش دماغي بيه يعني. طيب، الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها، يانك فريرا مدرب الزمالك الجديد، مدرب بلجيكي. مدرب لسه صغير، السي في بتاعه مش قوي. بس الكلام اللي بيتقال عليه كله ان الراجل ده اشتغل محلل اداء في كذا نادي يعني. عنده رؤية للملعب، بيعرف يتعامل مع اللعيبة يعني، بيعرف يطورهم. جايب جهازه فني كامل، مفيش غير حازم امام، بس حازم امام الصغير طبعا هو اللي موجود معاه. والله يعني انا مش هعرف اقيمه بشكل واضح، لان اولا هو ملوش فيه قوي. ثانيا انا ما بقيمش برضه مدير فني او لعيب زي ما لسه قال في بداية الفيديو غير لما انا بشوف في ارض الواقع. انا ممكن اجيب مدرب عالمي بس ما يجيش يعمل حاجة معايا، ممكن اجيب لاعب جامد جدا مكسر الدنيا في كل حتة بس معايا ما يعملش حاجة. ممكن يخرج يعمل حاجة بره في اي نادي تاني، انما معايا ممكن ما يعملش حاجة يعني. فانا يعني ما بقيمش المدرب غير لما بشوف شغله فعلا في الملعب. زائد بقى في حتة مهمة عايز اتكلم فيها، ان هي بتاعت التقديمة بتاعته. التقديمة فيها شغل، فيها حاجة جديدة مختلفة، بس فيها شغل تلقيح. ده حاجات من الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها قبل كده، ان احنا نبعد عن الكلام ده كله ونبص النادي بتاعنا. لان انا باختصار انا كده انت خلتني. آه مثلا الاهلي بيتفاوض مع ياسين مرعي، او سمعت كمان اللي هو خلص معاه يعني. طب في التقديمه بتاعته لو جاب علم ابيض وقع على الارض،
انا كزملكاوي هطلع اعمل ايه؟ هبقى ليا عين ازاي إن انا ارد اصلا؟ مش هيبقى ليا عين، مش هتكلم اقول ايه؟ ما انا لسه في تقديمة المدير بتاعي، المدير الفني بتاعي جايب علم احمر ومقع على الارض وشغل مش تمام يعني. التقديمة كانت هتبقى شكلها احلى من غير العلم ده يعني، دي وجهة نظر انا، ممكن تكون عجبت ناس كتير. انما الحتة دي بالتحديد يعني هي ما عجبتنيش. اخر حاجة هتكلم فيها ودي مهمة جدا، ابناء النادي اللي طالعين دلوقتي متضايقين كلهم او اغلبهم متضايقين يعني من تعيين كابتن عبد الناصر محمد مدير للكورة. انا عايز اسال يعني انت متضايق ليه؟ ككابتن طارق ولا كابتن جمال عبد الحميد ولا كابتن جمال حمزه ولا اي حد، انت متضايق ليه؟ انتوا طالعين بتتكلموا بتقولوا ابناء النادي، واحنا اولى واحنا مش عارف. طب انت عملت لي ايه كابناء نادي؟ ايه اللي انت عملته لي يخليني مثلا اقول لا والله ده كابتن فلان هو الاحق اللي هو يمسك مدير كوره، او هو محق اللي هو يمسك منصب اداري داخل النادي او في قطاع الكوره بشكل عام؟ انت كلاعب، انت اديت للنادي كتير ونادي اداك، لان نادي الزمالك خيره على الكل، فهو خيره عليك وخيره على غيرك. فانت زي ما اديت النادي نادي اداك، فانت زعلان من ايه؟ انت كلاعب كوره مش هختلف معاك طبعا في اي حاجه، فنياك كوره وكلاعب كوره خدت بطولات، خدت انجازات للنادي وانت مع النادي يعني، انا مش هختلف معاك في النادي لان ده تاريخك. بس انت كاداري انت عملت لي، انت ما عملتليش حاجه. كابتن طارق انت مسكت مدير كوره في النادي عندنا، عملت ايه؟ طب انا لما مسكت حد من ابناء النادي كابتن وائل الاباني، مسكته مدير فني، طلع عمل ايه بعد ما مشي؟ لما مسكت حد من ابناء النادي زي امير عزمي مجاهد، امير مجاهد، طلع عمل ايه؟ ما هي دي الحاجات اللي انا بتكلم فيها يا جدعان. يا جدعان الزمالك دلوقتي هو يعني هو بيغرق، يعني هو في عامة كده الزمالك هو بيغرق، فاللي بيغرق بيتعلق بقشاية. هو احنا جبنا جون ادوارد، عجبنا الإدارة سايباه بيتعامل بكل الحرية، بيتعامل بكل تلقائية، بيتعامل ليه الصلاحيات الكاملة في كل حاجة. ده عاجبني ان محدش بيتدخل في شغله، حلو، سيبه بقى، كمل الحاجة دي. في وقت يعني في ناس بتنتقد النادي، هي فعلا قلبها على النادي، وفي ناس بتنتقد اللي هو انا عشان مش موجود فانا هنتقد. مع ان انت لو بصيت لها اساسا ده اكتر وقت انت محتاج فيه دعم يعني انت محتاج دلوقتي دعم جمهور، محتاج دعم ابناء النادي، محتاج كل من هو حول النادي او كل من هو ينتمي لنادي الزمالك، انت محتاج تدعم دلوقتي. لان انت ما فيش حاجه في ايدك تعملها غير ان انت تدعم النادي دي في الفتره دي بالتحديد، لان انت شايف كل اللي حواليك بيعملوا ايه، كلهم بيجيبوا صفقات، كلهم معاهم فلوس، كلهم بيصرفوا، انت ما فيش. انت كابناء نادي اللي انتوا زعلانين، اللي انتوا طالعين متضايقين، يعني كابتن جمال عبد الحميد انت متضايق من ايه طيب؟ انتوا متضايقين من ايه؟ ما انا مش فاهم، انتوا لما مسكتوا كاداريين في النادي عملتوا ايه؟ ما انتوا ما عملتوش حاجه. انتوا حد فيكم جمعتوا بعض كده كابناء نادي، كل واحد طلع من جيبه مبلغ وحطاه في خزينه النادي، قال لك اصل ما فيش فلوس في النادي فاحنا هنلم من بعضينا؟ ما هو الزمالك خير عليكم، ما هو ياما اداك، ياما ادى ده وادى ده وادى ده، وياما خدتوا من وراه فلوس كتير. طب ما هو فين بقى ردتلوش الكلام ده ليه؟ يا جدعان احنا مش كل ما هنخلص من حاجة هنخش في حاجة تانية. فلان متضايق من فلان فهيطلع لا يتكلم على نادي الزمالك ويقول لك اصل وانا فلان ما عندوش منصب الفترة دي في نادي الزمالك فهطلع اعطم واطلع انتقد الناس اللي في النادي. طب ما تدعم انتقد يا عم، تعالى استنى بعد الموسم ما يخلص وانتقد. انما الشغل اللي بيحصل ده قسما بالله ده ما هيقدمنا خطوة لقدام، بالعكس ده هيرجعنا ورا. كل اللي بنعمله، كل اللي بيحصل حوالين نادي الزمالك ده بنرجعه ورا، ما بيقدموش قدام. خلي مستحقه لده، خلي ده رقم واحد والباقي كله بعده. يا جدعان احنا بنحاول نجهز للموسم الجديد، انتوا كده بتهدوا الدنيا مش بتصلحوا. انت استفدت ايه لما طلعت قلت الكلمتين دول يا كابتن طارق او كابتن جمال عبد الحميد او كابتن جمال حمزه او كابتن وائل او اي حد بيطلع يتكلم في العموم، بلاش دول. انت استفدت ايه؟ استفدت ما فيش حاجه، فيش استفاده. طيب يعني كده القرار هيتغير؟ كده هيقولوا لا والله يا كابتن مثلا طارق زعلان فاحنا هنجيبه مكان؟ ما فيش كده. ما انت ماسك فتره، بقالك فتره كبيره، لا سنين كتير ماسك في النادي، عملت إيه؟ ما عملتش حاجه. عملت مش فاكر اللي انت كمنصب اداري مش حد من ولاد النادي مسك كمنصب اداري ونفع فيه في النادي؟ ما فيش. طب ما المدير الفني بتاع النادي على رأي ابويا يعني لما كنت بتكلم معاه، قال لي طب ما المدير الفني مش من ابناء النادي، ما حدش يتكلم ليه؟ انا صح ومعاه حق، انا ابويا زملكاوي برضه.
لما جيت كنت بتكلم معاه بشاور معاه بقول له ده شفت طارق كذا كذا، ده في كذا كذا. قال لي طب ما هو مدير الفني زملكاوي، مدير الفني سوري، بلجيكي، مش من ابناء النادي. محدش طلع يتكلم، محدش انتقد ليه، ما هو المديرين الفني كل اللي بيجوا بيبقوا من بره النادي. يا مش عارف واحد يقول ايه الصراحة، يعني غير ان شاء الله دي فترة وهتعدي، والزمالك هيفضل قوي بجمهوره. الاول كنا بنقول بجمهوره وابنائه، دلوقتي انا بقول لك، انا اللي بقول لك الزمالك هيفضل واقف بجمهوره بس. بسيبك بقى من ابناء، واحنا بنحب واحنا بنقرا الزمالك بجمهوره فقط. اللي عايز يزعل من كلامي يزعل، اللي مش عايز، اللي شايف ان انا بتكلم صح، كل واحد له رايه، بس انا من رايي انا كزمالك، الزمالك واقف عشان خاطر جمهوره بس. سلام عليكم.